زيزو بعد 5 مباريات مع النادي الاهلي ما عرفش يجيب فيهم ولا جول، وكان تايه وهيبيد علشان يجيب اجوال، حط جمهور النادي الاهلي في ورطه. جمهور النادي الاهلي دلوقتي عايز يبين لنا ان هو ما دفعش فلوس في بالونه، فيعمل ايه؟ يتصرف ازاي؟ الواد مش عارف يجيب اجوال. طب نقول عليه ملك الاسيست علشان عمل كورنر وجاب جول. يعني واحد بياخد 100 مليون في السنه مش عايز انا العب كورنر، والله العظيم اديني 100 جنيه والعب لك كورنر احسن من اللي بيلعبه زيزو. انت بتستهبل يالا. وبعدين انا اصدقك فعلا ان زيزو والله ملك الاسيست. في ماتشك مع فيوتشر شايف الكوره ديت؟ زيزو ده ياكد لك ان كان هيبيض علشان يجيب اجوال. لو هو فعلا ملك الاسيست كان لعبها لزميله اللي هو تقريبا طاهر، محمد طاهر، وكان ساعتها طاهر ما كانش محتاج يشوط، كان بقى هو والجول وما كانش هتبقى اوفسايد على فكره. بس زيزو عشان هيبيض ويجيب جون ويقول لنا ان هو مش فاشل، شاط الكوره في ايد الجول. وفي ماتشك النهارده مع فاركو اللي هتنزل درجه ثانيه او سابت لك الماتش الله اعلم، زيزو بعد ما جاب الجول هيموت من الفرحه كانه جاب لكم كاس العالم للانديه، بيجري وكانه بيقول ايه؟ انا مش فاشل انا مش فاشل انا مش فاشل. في الاخر انتوا اشتريتوا بفلوسكم حرام كاش يا اهلاويه. زيزو بالونه.